خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، اتجهت الدولة العثمانية بعد أن سيطرت على أجزاء من أوروبا وآسيا إلى فرض سيادتها على منطقة شمال إفريقيا باستثناء المغرب الذي ظل مستقلا، حيث ضمت إليها كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس. امتد النفوذ العثماني التركي في إيالة الجزائر قرابة 3 قرون ونصف، وسنكشف من خلال المراجع التاريخية عن من هم أسياد الجزائر الذين حكموا هذه الإيالة وما هي طبيعة هذا الحكم، كما سنكشف أيضا عن من هم أسياد المغرب خلال الفترة نفسها. والبداية من مراجع بريطانية وفرنسية من القرن الثامن عشر، والتي تسلط الضوء بكل وضوح على الفرق بين إيالة الجزائر العثمانية والإمبراطورية المغربية فيما يخص هوية السادة الحاكمين وطريقة تعاملهم مع الشعوب. إن الميليشيات التي تنتخب ديها تتألف كلها من الأتراك الطبيعيين أو المسيحيين المرتدين الذين تم قبولهم في تلك القوات التي يطلق عليها عموما اسم الإنكشارية، ويبلغ عددهم حوالي 12,000 رجلا، وهؤلاء من الناحية العملية هم نبلاء الجزائر. ومن المؤكد أن الثورات المتكررة التي تحدث في الجزائر تحدث بسبب هذه الطبقة من الناس بشكل رئيسي، إنهم قليل العدد حقا مقارنة بالموريين الأصليين، ومع ذلك فإنهم يستبدون بالسكان الأصليين بطريقة أكثر وقاحة. على العكس من ذلك في إمبراطورية المغرب، حيث يحكم الموريون كل شيء ولا يسمحون للأتراك بالحصول على أي نصيب في الحكم. يجب علينا اليوم أن نميز بين بلاد الموريين حيث يمارسون فيها السيادة، وتلك التي يشغلون فيها الريف فقط، ولا يتمتعون إلا بالحرية التي اشتروها بالجزية والتي لا تختلف كثيرا عن العبودية. فالموريون هم السادة في ولايات ملك المغرب في مملكتي مراكش وفاس التي تمثل موريتانيا الطنجية عند القدماء. لا يزال ملك المغرب يمتلك مملكة تلمسان حيث هناك تلمسان ووهران. استولى ملك إسبانيا على هذا الميناء الأخير وبعض الأماكن المحيطة به. فيما عدا ذلك فإن الموريون هم سادة هذا البلد، والأمر ليس كذلك بالنسبة للجزائر حيث تتمتع الميليشيات المكونة من الأتراك والعلوج بالسلطة السيادية. كانت السنوات الأخيرة من حكم شعبان مضطربة بسبب ثورة عامة للموريين في الإيالات البربرية. لقد أثرت سيطرة الأتراك بطريقة بغيضة على السكان الأصليين، وقد تعرضت سلطتهم للخطر عدة مرات. ثم تحالف الموريين في تونس مع نظرائهم في المغرب، وأثاروا تمردا في الجزائر، مطالبين بالحرية لجميع أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب استبداد الأتراك. تجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح المور عند بعض المؤرخين الغربيين يقصد به السكان المحليين في غرب شمال إفريقيا، وإن كان هذا المصطلح يخص المغرب نظرا لكون المور ينتسبون إلى المملكة التي تحمل اسمهم، وهي المملكة الموريتانية التي أسسها في شمال المغرب. حيث عندما توسعت هذه المملكة شرقا وضمت إليها الجزائر، أصبحت هذه المملكة هي الوحيدة التي تمثل حينها سكان شمال إفريقيا، والذين صار يطلق عليهم المور في بعض المصادر الغربية. بالرغم من أن المؤرخين الغربيين ينظرون إلى المور أي السكان المحليين كشعب واحد في شمال إفريقيا، إلا أنهم يميزون بينهم، حيث يرون أن سكان الجزائر يعانون من الاضطهاد والعبودية جراء الاستعمار التركي، بينما يرون سكان المغرب يتمتعون بالحرية والاستقلال ويحتلون المناصب العليا في الدولة. كما سيتأكد ذلك من خلال المصادر الإضافية التالية. الحق أن معظم الكتاب الجزائريين أثناء هذا العهد كانوا يصفون الحكام العثمانيين بأنهم أتراك وأعاجم. ذلك أن هؤلاء الحكام كانوا من خارج الجزائر، وكان أغلبهم لا يتكلم إلا التركية، وكانوا من أصول مختلفة، تركية ويونانية وألبانية وإيطالية إلى آخره. ولذلك كانوا ينعتون أيضا بالأعلاج، وكانوا في معظم الأحيان جهل لا يعرفون حتى القراءة والكتابة، كما كانوا مغامرين لا فائدة لهم من الحكم إلا جمع المال والتسلط، ثم إنهم كانوا يحكمون الجزائريين بيد من حديد.
وأحط الأتراك قدرا وأوضعهم شأنا يرفض باحتقار أي فكرة للمساواة بينه وبين الأهالي. والنظرية التي تعلمها الأتراك جيلا عن جيل، والقائلة بأن التركي ولد ليحكم ويتولى عجلة القيادة، والجزائري والأهلي ليخضع. الأتراك الذين حكموا الجزائر لمدة 250 سنة يشكلون هيئة النبلاء، ويبلغ عدد الأتراك في المملكة ما لا يقل عن 12,000 بحسب لوجي. قلص شو هذا العدد إلى 6500، كلهم جنود، وبدون هذه الصفة لن يتمكنوا من الوصول إلى أي منصب. إنهم يعاملون بأقصى قدر من الغطرسة المور، أي أهالي البلاد، والعرب الذين يرتجفون عند رؤية انكشاري بسيط، والذي يجب أن يبدو أكثر إثارة للدهشة، نظرا لوجود 200 إفريقي أصلي هنا ضد تركي واحد. ويتمتع المسيحيون المنشقون بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الأتراك، بشرط انضمامهم إلى الميليشيات. يمكنهم الوصول إلى المناصب الرئيسية للإيالة، وحتى إلى منصب الديلك. احنا الشعب عاطفي كما كنت تقولي ديك النهار انت، الشعب هذا انوسون، كوبابل وانوسون. انوسون ما يعرفش، علاش ما يعرفش؟ ما عندوش تجربه تاع الدوله، ما كانش هو يشرف على دوله في السابق. شكون يتذكر بالدوله الجزائريه؟ نطلعوا العهد الداي حسين وكل شيء هما اتراك. نعم. من القرن الخامس عشر للقرن التاسع عشر كانوا الاتراك يحكموا فينا حتى جاوا فرنسا. الحكم التركي ما كانش حكم جزائري. انا نقول لك الجزائر برمت اتفاق مع امريكا في 1800، يا ودي الاتراك اللي كانوا يديروها. واش قاعد تحكي لنا انتم الجزائر؟ ما كنت جزائري دو لافير. الجزائر كان مرمي مسكين لهيه في الجبال، مرمي لهيه كان الترك والكولوغلي هما البحريه الجزائريه هي بحريه رومانيه عثمانيه من وقت يعني اخوه عروج. من السهل التعرف على الموريون من خلال ثخانتهم وبشرتهم الفاتحة، ولا سيما نظراتهم الأفعى وتباهيهم الفخم. إنهم أسياد المغرب الحقيقيون، فالتجارة في أيديهم، وقد تمكنوا من الاستيلاء على معظم الوظائف العامة الكبرى. وفي ذلك يقول ليفي بروفنسل، وهو من أساتذة سوربون والذي كتب عام 1953، يقول أن المغرب كان طوال 5 قرون خلت الدولة الإسلامية الوحيدة التي دعمت نفسها على أنها أمة، وأن المغرب كان إمبراطورية مستقلة ذات تاريخ طويل شديد الغيرة على استقلاله، وعلى أتم استعداد لمقاومة أي شكل محاولة مساس بأرضه ووحدته. وهكذا قام الجد المظفر ملا إسماعيل بالعمل على توطيد أركان الدولة داخليا وخارجيا، وتمكن من اقتلاع كل من كان يقف في بناء الإمبراطورية العلوية الشريفة. ذلك لأن المغرب له ثمة تقاليد مورثة راسخة الجذور تجعل منه قوة فعالة، وذلك بعد أن قرن تاريخ المغرب في القرن 17 بظهور الأسرة العلوية المنحدرة من سبط الرسول عليه الصلاة والسلام، لكي تكون الأسرة الحاكمة العاملة على عودة المغرب لعظمته العقيدة، وهي الأسرة التي حافظت على استقلال المغرب. فبينما خضعت كل أجزاء المغرب العربي والعالم العربي بأسره للقوة الاستعمارية التركية والأوروبية، وهكذا تمكنت الأسرة العلوية من إعادة المغرب إلى مكانته السابقة. Erdogan, ça c'est une hypothèse de géopolitique que je formule et nous verrons si j'ai tort ou raison, et je pense qu'Erdogan refait le coup des janissaires. C'est-à-dire que Erdogan, si quelqu'un se met en travers de sa route fermement, il reculera parce qu'il a besoin du mythe de la dangerosité de son armée. S'il y a un risque qu'elle soit défaite, il reculera. Exactement ce que faisaient les janissaires, c'est-à-dire vous voulez pas, si vous payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Bah, vieil État-nation armé. مملكة المغرب تشمل هذه الإمبراطورية التي أسسها الموريون ممالك مراكش وفاس وتفلت وسوس. كانت هذه الممالك متحدة تحت حكم مولاي الرشيد الفاتح الشهير لأفريقيا، والذي توفي عام 1672، مشكلة إمبراطورية واحدة. بحلول القرن 16 كان الساحل الأفريقي بأكمله للبحر الأبيض المتوسط الغربي،
باستثناء المغرب قد وقع تحت الحكم التركي. أسس المغامران عروج وخير الدين بربروس ولاية رهيبة في الجزائر تحت سيادة السلطان عام 1510 وخلفاؤهم البشوات المرسلون من القسطنطينية. وفي الختام فإن كل ما ورد من خلال المراجع السابقة يتبين أن الحكم العثماني للجزائر كان حكما استعماريا تركيا، لأن من مظاهر الاستعمار هو تفرد المستعمر الأجنبي بالسلطة وتهميش الأهالي واستعبادهم، وهذا عكس المغرب حيث أهالي البلاد أي الموريون هم من لهم السلطة والهيمنة في البلاد.